بنشوفهم ان هم ممكن في مناسبات ان هم بيرشوا فلوس. طبعا احنا بنكن كل احترام وتقدير لكل الخلايجه وفوق دماغي ودول اخواتنا، بس من وجهه نظرك يا دكتور ليه عريس مصري وعروسه مصريه يعملوا حركه زي كده؟ هما بيحاولوا يشوفوا حاجه يتميزوا بيها. لانهم لو طلعوا بشخصيتهم العاديه من وجهه نظرهم محدش هيهتم كتير. فهم حبوا يعملوا حاجه كده زي اكشن في الموضوع، اللي هو ايه؟ انه حاجه تلفت النظر. وبالتالي بقى خدي بالك من حاجه، انه المجتمع القريب منه هم بيبقوا فاهمين هو بيعمل ايه، وبالتالي خدي بالك كمان ان ده بيقلل قوي من قيمته قدام الناس القريبين منه فعلا. لكن هي الناس اللي ما تعرفوش هي دي اللي اتخدعت في الشكل والصور. احنا بنقول كمان ان هو وصل لدرجه ان هو يرمي الفلوس على الارض والاهل العروسه يلموا الفلوس. فكان المنظر مش لطيف. انا حاسه ان ده حاجه قللت من كرامتهم. وهو كمان الحقيقه كان الهدف الاساسي منه ما كانش ان هو يعمل قيمه، لان هو ما عندوش قيمه بينه وبين نفسه. والا ما كانش حاول ان هو يقتبس شخصيه حد تاني او يعمل عمل هو كمان ما هوش هيبقى قادر عليه بينه وبين نفسه. يعني هو عمل ده وده اكيد بالاتفاق مع الناس. بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه يمكن في ناس كتيره بدات هي تنساها. الخناقه اللي حصلت في الاسماعيليه ما بين العريس اللي مسك مراته لانها اتاخرت جوه عند الكوافير وضربها قدام الناس ونزل الفيديو والناس اتكلمت، وبعد كده عملوا بقى معاه اتصالات الناس بتوع الاعلام عشان يقولوا له انت ازاي تعمل فيها كده في فطلب مقابل انه يقول السبب. ده بقى ياكد لك ايه؟ انها حاجات مدبره، حاجات يتم الاتفاق عليها. فكره التقليد الاعمى ده ما هو مدبره وهو بيقلد وبيعمل حاجات ان هو ياخد شو بيها. طب التقليد ده يعني نحلها ازاي المشكله دي؟ ده بقى شكل من اشكال الفيروس اللي اصاب المجتمع معظمه. انه بيحاولوا دايما، حتى كمان عايز اقول لك على حاجه، لو ما كانش المقصود بيه ده يبقى المقصود بيه حاجه تانية. انه مثلا يبقى عامل عيد ميلاد فيقوم عامل فيديو ويقول لك شوف احنا عملنا ايه وبنلعب وبناكل وبنشرب، علشان عايز يشوف اللايكات وعايز يشوف الكومنت. بالظبط. ده بقى للاسف مرض العصر. وعايز اقول لك انه كلما ازداد سطحيه البني ادم وانه ما عندوش عمق في حياته بيلجأ للاساليب دي دايما. بالظبط. احنا عندنا كمان يا دكتور، احنا زي ما بنناقش بعض الترندات، عدد من الترندات النهارده معانا تاني حاجه برضو انتشرت تعتبر من الترندات برضو اللي هي مستفزه جدا للبعض، وهو هز كرش ياسين جنكيز وهز شعر نويل روبنسون. دول ظهروا فتره وكمان وجد عدد من الاشخاص اللي بيقلدوهم. انا عتابع على الشباب اللي بيدور على اي حاجه تافهه يعملها.